بص يا عم مازن، انا مش عايز صوت خالص عشان هبدأ التصوير، فيا ريت بعد اذنك ما تطلعش صوت نهائي. ماشي. ماشي. ماشي، الإضاءة كله تمام زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي ازيكم من عاملين ايه؟ اسمك يا اسماء، مش بس صدقت اقسم بالله. اسمي من اسمك يا اسماء. يا ابني حبيبي انا مش قلت مش عايز صوت؟ اه. وانت قلت لي ماشي. اه. بتطلع صوت ليه دلوقتي؟ عشان عاوز اتوزك. دي 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 دي. مش عايز صوت. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله اسمي وبركاته، من ازيكم عاملين اسمك ايه؟ يا اسماء، بعدين مش في بس القرف ده. صدقت اقسم بالله. يا حبيبي مش عايز صوت. حاضر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم شوية. الموضوع اللي هنتكلم فيه. اسمي من اسمك يا اسماء. باين عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. هندخل في الموضوع على طول. يعني هو موضوع يمكن شائك نوعا ما، ومش فيديوهات كتير بتتكلم عنه، بس يعني هو بالنسبة لي بيمثل أزمة كده. عارف انت احساس اللي هو بتاع جز السنان وان انت متوتر واعصابك مشدودة وعايز تمسك اي حد تضربه كده، يعني اللي هو الاحساس ان في كمية طاقة جواك، تمام، مدفونة، عايز تطلعها في حاجة. مجرد مثلا حد يقول لك كلمة بسيطة او ممكن اصلا ما يبقاش منها اي نوايا خفية مثلا. مجرد ان هو يقول الكلمة دي، لا تلاقيه ان انت مثلا عايز تمسكه، يعني تمسك في خناقه. تمام، بتعمل الموضوع من ما فيش حرفيا. هو غالبا شعور زي ده مش احنا اللي بنبقى متحكمين فيه، او مش احنا اللي بنحط نفسنا في الشعور ده. هو غالبا بيحصل بسبب عوامل خارجيه وبعض العوامل التانية اللي هنذكرها على مدار الفيديو، وهنذكر ان احنا ازاي نسكيب الحاجات دي عشان ما تاثرش ولا على نفسيتنا ولا على جوده حياتنا عموما. للي لسه ما جمعش، احنا هنتكلم عن العصبية. بس قبل ما نبدأ اتكلم بقى واتعمق وكده، يعني عايزك تفتكر تقريبا موقفين او ثلاثة مينيموم. تمام، تحاول ان انت تشوف كان ايه سبب العصبية اللي انت اتعصبت عشانه. يعني انت مثلا اختار موقف او موقفين، حاول ان انت تفتكر كان ايه السبب اللي خلاك اصلا تتعصب. يعني مثلا وكمان لا، يعني اختار يعني المواقف اللي هي فعلا مواقف كبيرة وحصل بسببها مشاكل. هتلاقي ان انت في الاغلب يا اما فاكر تفاصيل طشاش، يا اما مش فاكر اصلا وفاكر النتائج بس، لان احنا يعني ما بندركش ان احنا عملنا مشكلة او حصلت مشكلة بسبب عصبيتنا غير بعد ما نكون بالفعل خلاص اتعصبنا بقى وطلعنا الطاقة اللي جوانا والدنيا باظت خالص. ده يدل ان احنا العصبية لما بتسوقنا او يعني دماغنا بتتهيأ ان هي تبدأ بقى تتعصب وادرينالين بقى يتفرز وكل الحاجات دي، احنا تقريبا ما بنبقاش في وعينا وشبه متبنجين، ومفيش اي تحكم بين العقل وبين الوعي حرفيا مبيبقاش ليك اي كنترول خالص. زي هالك كده، هالك لما بيتعصب مثلا كان كسر المقر بتاع افنجرز كله. فهي العصبيه مش او زي برضو الفيلم بتاع انسايد اوت، كان من اروع الافلام اللي بيجسد الحوار ده، ان انت كان في شخصيه مستقله اصلا. العصبيه هي انها ملهاش دور قوي، بس لما بيظهر ليها دور بتخرب الدنيا خالص. فده يجسد لك، يعني دي احد الامثله اللي كانت مجسده الفكره بتاعت العصبيه. لو هنيجي نتكلم عن ابرز المواقف بالنسبه لي انا، اللي كنت مثلا حصل فيها مشكله كبيره جدا واتعصبت انا بقى فيها وفعلا خربت الدنيا خالص، فانا في الاغلب عن نفسي انا الصراحه مش فاكر التفاصيل، لا انا فاكر بس حاجات طشاش كده. لكن اللي فاكرها كويس النتائج. لا انا فاكر ان حصل كذا وكذا وكذا، واضطريت ان انا مثلا اعمل كذا وكذا. لا انا فاكر النتائج كويس. وبالنسبه لي انا الصراحه من اكتر الشخصيات العصبيه اللي ممكن تشوفها في حياتك. ما بوركش الهدوء بتاع الفيديوهات ده، ملوش علاقه بالحقيقه خالص. حتى انتوا مثلا شفتوا في السكتش، واي نعم ده سكتش مفتعل بيني وبين اخويا، بس يعني هو تقريبا ده اللي بيحصل كل مره اجي اصور فيها، ان انا هو بيبقى يعمل دوشه مثلا ومش عارف اركز منه، والحوار بيبقى موترني وانا ببقى مربوط ان انا عايز اخلص الفيديو قبل الميعاد عشان الحق امنتج والحق بيفضل يعمل مثلا دوشه او كده وانا اضطر ان انا اتعرض. وده تقريبا معظم يومي، انا معظم يومي متمحور حول فكره العصبيه. يعني مفيش مثلا يوم بيعدي غير لما اتعصب على الاقل مره. فانت مش متخيل الحوار بالنسبه لي صعب، حتى مش لاقي له اصلا علاج او مش لاقي له حل. ان هو مثلا احاول ان انا اهدى في المواقف قبل ما اتعصب، او احاول ان انا يعني عارف اللي هو احاول اكنترول ماي سيلف. لا ما بعرف. وسواء موقف صغير او موقف كبير،
لا فعلا ما بعرفش كنترول خالص. بحس ان هو يعني بقى جزء لا يتجزأ من الشخصية بتاعتي نفسها، وما بقى صعب ان هو ينفصل عنه. ويمكن انا ما بعرفش اعمل كنترول لان العصبية نفسها هي مش مجرد، او هي مش حاجة بتاخد وقت دايم، تمام، بس نتائجها بتاخد وقت كبير عقبال ما تتصلح. يعني اللي هو هي مجرد شرارة، تمام، زي شعلة الكبريت. شعلة الكبريت مجرد ما بتتشط، تمام، بتلاقي الكبريت ولعت بس. فهي فكرتها كلها في الثانية أو الثانيتين أو ال3 ثواني اللي أنت هتتهيأ فيهم إن أنت تبقى أو تاخد الوضعية اللي هي أنا بحب أسميها وضعية هالك. فهم ال3 4 ثواني دول هم فعلا اللي بيفرقوا في هل الموقف مثلا أنت هتعرف إن أنت كنترول، ولا تبقى اوت اوف كنترول وفعلا تتفجر كل طاقتك الممكنه، وانت اصلا مش بتفوق من حاجه زي كده غير بعد ما قلت ان انت بتكون خلاص كل حاجه باظت، وانت بتواجه النتائج بقى لوحدك بعد ما تكون العصبيه راحت والادرينالين اللي في مخك هدي. زي هالك برضه، يعني انت هالك بعد ما يكسر الدنيا ويدرك ان ايه ده، انا ايه اللي عملته ده، انا ما كانش قصدي ان انا اعمل كده. ويمكن برضه الفكره اللي كانت مأزماني شويه ان انا لما باجي اتعصب ماليش كنترول على اي حاجه، ولا كلام ولا افعال ولا اي حاجه خالص. كأن في حد بيجي يمسك دماغي يتحكم فيها هو، بعد ما يخلص يروح مسلمها لي ويقول لي يلا استلم، انا خلاص عملت الدور بتاعي ومنك النتائج بقى، انا ماليش دعوه. يعني لو هنسقط على مثال الشراره، فانا قبل الشراره ببقى شخص، وبعد الشراره ببقى شخص تاني. ده اللي بيحصل، واثناء الشراره نفسها ببقى شخص تالت، يعني بقى 3 أشخاص في بعض. ويمكن برضو اللي مسبب للحوار أزمة نوعا ما إن لما باجي أتعصب ما بميزش هل الموقف يستحق القدر ده من العصبية ولا لأ، هل الشخص اللي قدامي يستحق القدر من العصبية ده ولا لأ، هل الشخص اللي قدامي ينفع أتعصب عليه أصلا ولا لأ. وده برضو من أحد الأزمات الكبيرة جدا بالنسبة لي في موضوع العصبية. وحاولت إن أنا أتتبع المواقف اللي أنا يعني شبه فاكرها نوعا ما على مدار السنين اللي فاتت. لقيت ان انا مثلا وانا صغير كنت بتعصب بسبب ان حد مثلا ياخد لعبه من لعبي، بعقليه اي طفل صغير وقتها. انا بتكلم في فئه مثلا 5 6 سنين، يعني حاجه نونو خالص. فكنت بتعصب مثلا لما حد ياخد لعبي، او لحد مثلا ما لا يكسر لي اللعبه او كده، لا كنت بتعصب بشكل غبي، وبالذات لو عربية، عشان أنا من عشاق العربيات. كبرت شوية في الفترة اللي هي بتاعت مثلا نقول إعدادي مثلا، بقيت إن لو مثلا وضبت حاجة أو حطيت حاجة في مكانها ورجعت لقيت إن حد غير مكانها أو يعني كركب الدنيا اللي أنا مظبطها دي، لا أنا فعلا كنت بتعصب برضو جامد وبتضايق، وممكن أتنكد بقية اليوم بسبب إن مجرد الحاجة دي انا حطيتها في مكان ورجعت ما لقيتهاش، أو موضب حاجه معينه او مرتبه بحاجه معينه وارجع الاقيها متكركبه. وبرضه بقيت يعني ريسنتلي الحاجات اللي بقت تعصبني مؤخرا يعني في الفتره الحاليه، ان مثلا ابقى عايز اعمل حاجه بتفاصيل معينه ودقيقه والاقيها لا ما اتظبطتش او مش زي ما انا عايز. ده برضه الحوار ده بيضايقني جامد. او ان حد مثلا اجي مثلا عملت حاجه او اشتغلت على حاجه معينه مثلا، وحد ايه يقلل منها يقول لا ما ملهاش لازمه، او لا وحشه او كده. انا مش ضد النقد، آه، بس لو هو نقد فور نقد وخلاص، لا الصراحه ده مش بحب. انما لو نقد بناء بحيث ان هو لا انت تقول لي والله بص انت عندك غلطه في كذا، تمام، حاول انت تشتغل عليها لان هي مثلا مأثرة على ادائك او مأثرة على الفكرة اللي انت شغال عليها او كده، ده تمام احبه جدا واحب اسمعه، لان هو في الاخر يعني بيمثل لي تطور. لكن ان هو مثلا انتقاد من باب الانتقاد وخلاص، لا مش بستلذ الحوار ده خالص، يعني ما بينزليش من جوه. طبعا في حاجات كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، بس انا بقول ابرز الحاجات اللي انا فاكرها او يعني ابرز الحاجات اللي بتضايقني. فمش عارف برضو بما ان يعني الحوار معايا من بدري قوي، مش عارف احدد هل هو مثلا بقى طبع فيا او ان هو بقى صفة دائمة مش عارف اخلص منها ولا ايه بالظبط. بس على مدار برضو السنين كلها اللي انا حكيت فيها دي، انا برضو ما عنديش التحكم الكامل.
فهي حاجة انا مش قادر اتحكم فيها ولا قادر كنترول، يعني حتى ولا ان انا اقلل من حديتها ولا اني اعمل فول كنترول عليها، يعني ولا نافع دي ولا نافع دي. وانا يمكن برضو ما بيبقاش قصدي الحدية الكبيرة قوي اللي انا بعملها مثلا في كل موقف او كده. يمكن برضو موقف مثلا زي بتاع التوضيب ده هتقول لي موقف عبيط يعني ما يستحقش العصبية، وانا بتضايق، بس مضايقتي دي بتطلع في شكل مشاعر بتولد عصبيه، بما ان الموقف ما يستحقش العصبيه قوي، بس لا انا كان فعلا الحوار بيضايق والحوار بيعصبني وبيستنزف من طاقتي، ممكن فعلا ابقى متنكد بقيه اليوم. وبرضه باجي اقيم المواقف بعدين بكتشف ان هو انا لا انا المقدار العصبيه اللي طلعته مش ملائم للموقف. يعني لو هنقارن مثلا العصبيه في الليفل 100، تمام، الموقف في حدية 50 مثلا او ليفل 50، فلا في جاب كبيره جدا بين الموقف او بين رد الفعل والفعل. ولو هنيجي نبص للعصبيه بمنظور ابستراكت شويه بعيدا عن بقى الموقف بتاعتنا، هي دلوقتي العصبيه هي يعتبر رد فعل، بس الفعل الاصلي مش ناتج عنك انت، يعني انت هو ناتج عن عوامل خارجيه بتحصل لك وهتحصل لك، ويعني حصلت اوريدي، تمام. الفكره بس في رد الفعل اللي بيحصل. هل ان احنا لينا تحكم في المواقف؟ اكيد لا. يعني انا مثلا مش هتحكم في موقف او مش هتحكم في ان الشخص مثلا لو بيوجه لي انتقاد مثلا سلبي، تمام، اللي هو بيسموه تكسير مقاديف، انا مش هتحكم في الشخص ده، بس على الاقل ليا تحكم في رد فعلي، تمام. فهقدر مثلا ان انا اقلل من حدته، مثلا اتناقش بهدوء واحاول ان انا اوصل الفكره او افهم منه مثلا هل هو بالنسبه له فعلا في مشكله، ولا هو مثلا آه، بينتقد وخلاص من هو من باب اللا شيء. فخلينا نركن رد الفعل وهنتكلم عن الفعل. هو الفعل بتاع العصبية في ذاته هو فعلا مدمر للنفسية، مدمر للشخص، مدمر للعلاقات، مدمر للأسر. لما سمعنا عن أسر مثلا بيوت تتخرب بسبب عصبية في موقف مثلا، مدمر لشغل، ممكن تتعصب على مدير مثلا أو كده تروح الدنيا تخرب خالص وتروح مرفوض من الشغل. فهو من ناحية مدمر، فهو مدمر، وهو يمكن من أبرز الحاجات اللي بقت ريسنتلي موجوده بسبب طبعا السوشيال ميديا، ان هي لعبت في كيمياء الدماغ جامد، لدرجه ان انت بقيت مثلا كل او في الدقيقه الواحده تتعرض لاربع مشاعر، مثلا حزن وفرح وتحمس وغموض، مثلا 4 مشاعر في دقيقه، فمخك متبستر خالص. الثانيتين اللي دمك بيغلي فيهم ويبدا الادرينالين يضرب في مخك، دول فعلا كافيين جدا ان هم يخربوا كل حاجه. ويمكن برضو احد الحاجات اللي بتسبب لي ازمه، واكيد يعني اللي بيسمع يعني سبب له ليها ازمه، الناس العصبيه بالذات، هو الحوار ده بيستخدم ضدي احيانا، بمعنى ان انت مثلا في واحد مستفز، تمام، بيستفزك، تمام، وعارف ان انت مثلا بتتعصب بسرعه او يعني نقول بتتزربن بسرعه، هو بيستغل الموقف ده لصالحه عشان يضايقك بيه، او ان هو زي يستثير عندك العصبيه دي عشان مثلا تطلعها عليه، ويرجع يقول لك ده انا ما عملتلوش حاجه، ده هو اللي غلط فيا، هو وانا ما عملتش حاجه، وانا طيب وقاعد في حالي، وهو اللي جاي يجر شكلي. وده برضو كان بيحصل يعني، ولسه بيحصل برضو. ده برضو بعتبره من نقط ضعفي اللي في شخصيتي. كمان اللي ادركته ان كترها او كتر ان مواقف مثلا تبقى بسيطه اتعصب ليها عصبيه شديده جدا، كترها نفسه ما يعني اللي هو انا ادركت ان هو لا، ده انت ممكن اصلا تخسر علاقات من قبل ما تبدا. يعني يمكن مثلا انا بقى في شغل مثلا بعدين، وبقى مثلا ديبارتمنت معين في الشغل واخد فكرة انه لا، محمد ده عصبي جدا وصعب في التعامل وحاجة ما يعلم بها الا ربنا. فانت ممكن اصلا اللي هيجي يتعامل معاك انت في طبيعتك في طبيعتك او في طريقة تعاملك العادية انت مش عصبي، لما بيحصل مستثير انت يعني بتتعصب ليه، تمام. فانت ممكن اصلا كتر العصبية دي تخليك ان انت لا، الناس خايفة تتعامل معاك. فده برضو من ضمن الحاجات اللي ادركتها عشان امهل لنفسي ان ازاي احل الموضوع ده او اقلله حتى على الاقل. والمشكله برضو ان انا كنت متعايش معاها بشكل طبيعي، اللي هو انا عادي يا جماعه، ما بيحصل موقف واتعصب وعادي، يعني اللي مش عاجبه. كنت شايف ان هي حاجه طبيعيه، انا بيحصل موقف بتعصب، مش بيحصل موقف مش بتعصب. بس لا،
فبرضه لازم او جيت ابص لها بقى، لقيت ان هي كل الجوانب اللي انا ذكرتها دي لا هي فعلا مهمه بالنسبه لي ولازم اراعيها في الموضوع كله، عشان في الاول والاخر الضرر هيرجع عليا انا. وبرضه كنت فاكر ان هو ما هم اللي بيعصبوني، فانا ما لهمش حق ان هم مثلا يتضايقوا مني، فمحدش له حق ان هو يحاسبني. ما انا بتعصب بسببكم يا جدعان، انتوا جايين تحاسبوني ليه؟ بس لا، ادركت ان فعلا في مشكله، واكبر دليل ان ادركت ان في مشكله اني بعمل الفيديو ده اصلا يعني. وبرضه اكبر دليل ان الحوار مشكله ان تقريبا شعر نصه خف بسبب حوار العصبيه ده، دي جانب العوامل الوراثيه يعني. فهي مشكله ومشكله كبيره جدا، وفعلا فعلا فعلا محتاجه وقفه. وانت برضه لو فيك نفس الحاجات اللي انا بعملها مثلا، او ان الحوار بالنسبه لك مسبب لك ازمه وفعلا مأثر على نفسيتك نوعا، بس هنا انا عايز اقلب كفه الميزان، واخلي ان بدل ان العصبيه هي المتحكمه فيا ومسيراني في وقت غضب، تمام، اقلب انا الكفه واخلي لا، انا اللي ليا الكنترول، وانا اللي ليا التحكم الاول والاخير. اي نعم ماشي هتعصب، بس مش هخلي العصبيه توصل لمرحله ان انا فعلا ما بقاش عارف انا بعمل ايه، او مش عارف انا بتصرف ازاي في الموقف ده. لان مثلا السبب اللي بيضايقني او اللي بيولد العصبيه مثلا، زي ان مثلا حد ياخد حاجه بتاعتي، تمام، خلينا ناخد موقف من بتوع زمان. لو حد مثلا خد لعبتي زمان، فدي صفه فيا او دي حاجه بتضايقني، تمام، فانا مش هعرف اغيرها، فماليش تحكم عليها، بس انا ليا تحكم في رد الفعل. فانا امسك رد الفعل، تمام. يعني هي مثلا انا بقى واحد صفتي بتضايق ان انا مثلا حد ياخد حاجه، وما تقوليش مثلا لا دي حاجة، لا انا بقدس حاجتي او بحب حاجتي، تمام. فدي مثلا او بالذات الحاجات الشخصيه قوي يعني. فمثلا دي حاجه بالنسبه لي لا، ما حدش يجي جنب حاجتي، ده فعل. ان حد مثلا يجي جنب حاجتي ده فعل، رد الفعل بتاعه هو عصبيتي، تمام. انا ليا تحكم في الجبهه الثانيه، ماليش تحكم في الجبهه الاولى، تمام. انا ماليش تحكم في الصفه بتاعتي، او ماليش تحكم في ان هي الحاجه دي بتضايقني، تمام. ماليش تحكم في الشخص اللي عمل الفعل اللي بيضايقني، ماليش تحكم في الاثنين دول، بس ليا تحكم في رد الفعل. انا ممكن بدل ما اتعصب وتنشن واتنرفز بقى وكده، انا هروح بهداوه اقول له لو سمحت بعد اذنك ما تاخدش الحاجه دي، تمام، عشان دي تخصني وانا بتضايق من حوار زي ده. بس انا وضحت اهو وجهه نظري بالراحه وبهدوء. انا عم برضه هبقى متضايق، تمام، بس اديني هو وضحت له ووصلت له وجهه نظري، يمكن هو ما يعرفش، هفترض حسن النيه مثلا. فدينا هو وضحت له وجهه نظري. هل هعملها مثلا بعدين مره كمان؟ لا، انا فعلا هاخد موقف، تمام، لان انا نبهت قبل كده. ان هو مثلا جاي يعملها تاني، لا هو مثلا ممكن يكون مستفزني، او برضه ممكن يكون نسي يعني، برضه ما نفترضش سوء النيه، شايفه حل. هل مثلا وقتها انا كنت شايفه ان هو حل؟ لا، انا كنت بتعصب واتشنج، وانا الوحيد اللي كنت خسران يعني. انا كنت يعني بتضايق وبضايق نفسي اكتر بالموضوع. ادينا هو حليت الموضوع بكل بساطه، ونبهت على الشخص مثلا انه لا ما تاخدش حاجتي، تمام، او خدها بعد ما تستاذن. وبرضه بالنسبه لي كان احد التوابع للموضوع بتاع العصبيه ده، ان هو بعد ما بيخلص الموقف انا اللي هو باوفر ثينك، بقعد اوفر ثينك اوفر ثينك اوفر ثينك. بشوف ان انا مثلا كنت المفروض اتصرف كده في الموقف ده، او كنت بشوف ان هو مثلا لو كنت عملت كذا كان حصل كذا. بقعد ابني سيناريوهات بحيث ان انا اشوف ايه افضل سيناريو هيحصل. كده كده ما فيش حاجه في ايدي اعملها، لان اوريدي السيناريو نفسه حصل. فانا خلاص انا بقى اوفر ثينك وخلاص، وبحرق في وقتي وبحرق في اعصابي وبحرق في ايه، في تفكيري على الفاضي. وعلى الجانب الاخر برضو كنت اتعاملت من مده كده تقريبا، مش فاكر من مده قد ايه، بس يعني جربت في مره ان انا اتعامل بهدوء في موقف كان مستفزني شويه. اتعاملت بهدوء وهادي خالص وبارد خالص ومن غير ما احرق في دمي خالص، ويعني حطيت اعصابي في الفريزر. هو كان موقف في الطبيعي ان هو بيعصبني، تمام. فحاولت ان انا اتعامل بهدوء خالص، وان انا ما اردش وما اتكلمش. لا، لقيت ان هو ايه ده، في احساس جديد يعني، في شعور انا اول مره اشوفه، احساس الهدوء، احساس ان هو مش مفيش عصبيه، مفيش تنشن، مفيش توتر، مفيش شده اعصاب، مفيش يعني فعلا لا، حوار مختلف. اي نعم مش على طول بعمل الحوار ده، وجربته مثلا مره في مده مثلا شهر او شهرين فاتوا، بس لا فعلا الحوار فرق معايا. وكمان مثال اسقاط على الحوار ده، انا بنزل الفيديو يوم الخميس الساعه 6، تمام. فالمهم انا جيت يوم الاربع ما كتبتش اي حاجه وما حضرتش اي حاجه للفيديو.
بس جيت مرة واحدة قلت ايه، يلا بقى هنقعد هنشتغل على الفيديو، عايز اخلصه عشان ينزل الخميس اللي هو بكرة، عايز انزله بكرة الساعة 6. انا حاطط لنفسي يعني ديدلاين كل اسبوع بعمل كده. فالمهم جيت ان انا اكتب حاجة يوم الاربع، مفيش سحر، مش عارف اكتب، مش عارف ان انا افكر او اربط المعلومات ببعض. ممكن مثلا اكتب شوية واشخبط، وبعد كده اروح ان انا احاول اجيب فكرة تاني واشوف مصدر من هنا ومصدر من هنا، احاول اربط المعلومتين ببعض. مفيش. جيت على الساعة 1 بالليل او حاجة، قلت طب ما انا مش مجبر ان انا اشتغل او انزل يوم الخميس، يعني خلاص ما قدرتش، كان بها مش هيجرى حاجه. وبالفعل يعني اول ما شلت اللود اللي كنت حاطه على دماغي والتوتر وشده الاعصاب اللي كنت فيها، لقيت ان انا لا بدات اكتب. وبالفعل كتبت اول صفحه، واول صفحه جابت تاني صفحه وتالت صفحه ورابع صفحه، ولقيت نفسي ان هو لا، الموضوع سهل اهو، يعني ما كانش في حاجه صعبه. يعني التوتر اللي انا كنت حاطط نفسي فيه هو اللي كان مسبب لي الازمه دي. وبالفعل اديني هو بصور الفيديو، وانا اصلا يوم الجمعه يعني نزله الجمعه. والعصبيه شعور زي اي شعور عندك، زي الفرح زي الزعل، اي نعم شعور بيولد مصايب، بس يعني احنا مش فيش ايدينا حاجه، بس هو شعور بنتاثر بيه وبيأثر فينا ونأثر بيه على اللي حوالينا. فاحنا كده كده يعني هو محوطنا من كل حاجه. حسب الاي بي اي اللي هي الامريكان فيسيولوجي اكاديميك، قال لك ان الغضب هو عاطفه ناتجه عن احباط او اذى سواء حقيقي او متخيل. وحسب تعريف انا، هو العصبيه عباره عن شبوره بتيجي على المخ، تمام، بتعمل عليه بلور، مش بيعرف ان هو يكنترول على اي حاجه، واللي ممكن اصلا يمنع عنك كميه حاجات انت عايزها. تمام، ممكن بسبب العصبيه انت مش هتوصل لها لاي حاجه. انت مثلا خلينا نقول لو انت كان عندنا زي انترفيو، وكان عندنا اتنين، تمام، اتنين بيعملوا انترفيو، واحد كان لذيذ شويه وفاني وبيتفاعل معايا ومبتسم كده وكده، واحد تاني كان وشه كده قاطم، مش مدي اي رياكشن في اي حاجه خالص. انا كان مضايقني الحوار ان هو مش مبوز لي كده وانه لا، مبوز لي ليه؟ طب ما انا اصلا مأدي كويس في الانترفيو وبتكلم كويس وبطلاقه وطريقه كويسه وكده. فانا كنت متضايق من الحوار ده، وما كنتش حابب ان انا ابين ان انا متضايق في كلامي او متضايق في طريقتي، لسبب ان انا ما يضيعش عليا الفرصه. هنا انا عملت كنترول على العصبيه اللي عندي او المضايقه اللي عندي، ما خليتهاش تطلع عليا لمجرد الفعل بتاع الشخص التاني. انا حتى اصلا بعدين، حتى بعد ما اتقبلت اسال، يعني كنت خلاص خدت على الجو بقى وكده، فبسال الراجل اللي كان مبوز ده، بقول له يعني كنت انت مبوز في الانترفيو بتاعي وكده وبعكس الشخص التاني اللي كان معاك كان مبسوط وشايف ان انا كويس وكده. قال لي هو بص، يعني في الانترفيوز انت في اتنين دايما هتلاقي بين الاتنين دول، يا اما واحد هيبقى مبوز يا اما واحد هيبقى كويس. فاحنا كنا حاطينك تحت التست ده نشوف رد فعلك هيبقى عامل ازاي على التبويزه دي. هل مثلا هتتضايق مثلا، هل هتشخصنها مثلا مع الشخص ده او كده. فهو في الاول والاخر يعني كان كتست ليا، تمام، بس انا مش واخد بالي منه عشان يقيم مردود الفعل بتاعي. وخلينا برضو نتناقش شويه في حوار الاسباب بتاعه الغضب دي. انت ايا كان سبب الغضب، فهو ممكن اصلا يكون بسبب تراكمات نفسيه مثلا، او تراكمات مشاكل عندك، شغل على بيت على دراسه على فكل الحاجات دي عامله لود على دماغك وعامله لود على اعصابك، مخلياك يعني متوتر او مشدود. بحب اسميه احساس جزة السنان، اللي هو انت قاعد عامل كده يعني ايه، قاعد على اعصاب. ودي بتحصل معظمنا خارجة عن ارادتنا. انت مثلا من اول اليوم في الكلية في الحر، السكاشن، مش عارف المعيدين، دكتور مش عارف طردك من المحاضرة، كل الحاجات دي بتتلود في العقل اللاواعي، انها عمالة تتجمع. مجرد بس ما يحصل، عارف انت اللي هو موقف صغير يتحط على كل المواقف دي من فوق، تلاقي نفسك فرقع. فحلا لحوار التراكمات ده، يعني احد ابرز الحلول يعني اللي موجوده في المصادر، يقول لك يا اما ان انت تكتب، يا اما ان انت تتكلم، يا اما ان انت تعمل رياضه، او على الاقل مش رياضه اللي هي ورك اوت بقى وضغط وبطن وكل الحاجات دي، يعني اكتفي مثلا بتمارين تنفس مش اكتر، او ان انت تجري في مكانك مثلا، او تعمل اي اكشن يخليك ان انت تطلع الطاقه اللي جواك وما تتصبش كلها في العصبيه. وبرضه من الحلول الحلوه اللي ذكرت في بعض المصادر، ان انت لو في مكان معين تغير البوزيشن بتاعك، يعني انت قوم اقف،
لو في مثلا في اوضتك اطلع في الصالة، لو مثلا بتتكلم في التليفون اقفل المكالمة، لو ما يعني حاول على قد ما تقدر تغير، يعني تحاول على قد ما تقدر انت تغير البوزيشن بتاعك، بحيث ان انت جسمك بتلهي جسمك. هي من الاول للاخر انت بتلهي جسمك عن اللي هو يعني هو خلاص بدأ يتهيأ اهو، يلا هنبدأ نتعصب، يلا اضرب ادرينالين، يلا اضرب مش عارف نور ادرينالين، اضرب كل الهرمونات الحلوه دي عشان نبدأ نديك طاقه عشان تبدأ تتعصب. لا، انت الهي مخك وخليه يهدى، او ياخد الثانيتين ثلاثه اللي هيبدأ يتعصب فيهم انت الهيه عنهم، ياخد الوضعيه بتاعت العصبيه. ممكن برضو الاسباب نفسيه، ان انت مثلا عندك تراكمات نفسيه، او افتكرت حاجه حصلت زمان فضايقتك، المضايقه بتاعتك دي خلتك تتقفل مثلا، وان اي حد يجي جنبك مثلا تروح متعصب عليه. ده برضو من الحاجات اللي بتحط لود على دماغك. ممكن برضو تفرغها بالطرق اللي احنا ذكرناها قبل كده، او ممكن مثلا تفتكر موقف حلو مثلا او ذكرى حلوه بالنسبه لك، يعني تعمل اوفرلود على الاحساس بتاع المضايقه اللي جالك مثلا من الموقف القديم ده. وبرضو بالنسبه لي انا من احد اسباب العصبيه اللي مخلياني دمي بيتحرق احيانا، ان انا بفهم موضوع غلط. يعني مثلا كلمه اتقالت بطريقه معينه فرحت مفسرها بطريقه مختلفه، فانا ما هو بوجه لنفسي الرساله ان انا احاول على قد ما اقدر، يعني احاول افهم الموقف بالراحه، افهم وجهه نظر اللي قدامي، وافهم رايه، وافهم آه، مراده من الكلام، تمام، او طريقه المعلومه اللي هو بيوصلها. الحوار ده بالذات بيحصل في واتساب، بالذات في واتساب، عشان انت في واتساب انت اصلا مفيش حد قدامك، او مش عارف تعابير وش اللي قدامك، او هو عايز يعبر عن ايه بالظبط. في الاغلب بيحصل معايا في واتساب او اي تطبيق شاتنج. يعني برضه عايز ارمي شويه على حاجه هي تقريبا مبوظه كل حاجه في حياتنا، مش موضوع العصبيه ده بس. السوشيال ميديا زي ما ذكرت في اول الفيديو هي تقريبا يعني مخليه في عندنا خلطه مشاعر غير مفهومه اصلا، خلينا مش عارفين نحدد المشاعر بتاعتنا. ان انت مثلا في دقيقه واحده ممكن تتعرض لاربعه ريلز كل واحد فيهم بشعور مختلف. هي السوشيال ميديا منها لله، يعني هي اللي مبوظه معظم الحاجات دي، وبوظت كمية الدماغ نفسها، طريقة الهرمونات وطريقة افرازها وامتى تتفرز. ايه اتكلمت في الحوار ده في الفيديو بتاع حارب دماغي بتاع تعفن الدماغ. واثباتا على ده ان انت بعد كل جلسة سوشيال ميديا شوف نفسك كده، هل مثلا عندك طاقة ان انت تعمل اي حاجة؟ لا، يعني في نسبة 99% لا، ان انت خلاص بالنسبة لك يعني صرفت كمية هرمونات ومخك اشتغل بكمية طاقة تخليه ان هو عارف انت الاحساس بتاع توتالي اكزيستد. هو ده بالظبط. طبعا مش موضوع يتحل في يوم وليلة، ومحتاج صبر زي اي حاجة محتاجة صبر، وبالذات لو انت مثلا الطبع ده قديم فيك زي حالاتي. يعني اخيرا الحمد لله خلصنا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم.